فريق الرجاء سيدخل بالمجموعه الثانيه. انس عزليتي في حراسه المرمى، باقي اللاعبين لحمزه الحبياني في حراسه المرمى، باقي اللاعبين حمزه السبوبي، عبد الحق عسال، امين بصواب، حمزه المساوي. نقل لفريق سانتيتي الفرنسي تواجد محاوله خروج حارس حمزه الحبياني. انطلاق الرجاء، انطلاقه ديال محمد بوركسوت مشى من الجهه اليمنى، هذه فرصه دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله تمرير، فرصه تدخل الدفاع وابعاد الكره، كان فوق كاس العرش، مشات الكره في الجهه اليمنى، يوسف الفحلي مراوغه داخل منطقه الجزاء، فرصه للنهضه المركزيه، امكانيه التمرير، النهضه المركزيه، فرصه تدخل وابعاد الكره من طرف عبد الله بوزوق. هناك انطلاقه ديال محمد بوركسوت، فرصه للرجاء، بوركسوت وضع الكره، هذه فرصه ومره ثانيه تسديد ويقدم حلول. لاحظوا من وراء ظهر المدافعين، وضع الكره امام ادم النفاتي، كانت فرصه ومحاوله لتسجيل الهدف الاول بالنسبه لفريق الرجاء، والكره تمر جانبا من القائم الايمن. انتبهوا هذه المحاوله، لاحظوا تسديده ارضيه مرات جانب، كيش الصنب، كل فريق يسعى لايجاد حلول. الان فريق الرجاء ادم النفاتي، تسديده، تدخل حمزه الحبياني وابعاد الكره، مره تعادلات منيب ربع عديد الهزائم. كتابعوا المحاوله والفرصه اللي كان وراءها ادم النفاتي، تدخل منطقه الجزاء، مراوغه ديال يوسف بوزوق، هذه فرصه ممتازه، تدخل الحارس احباط على مستوى التمرير، صباح العالم مرتد لفائده فريق النهضه المركزي. يوسف الفحلي يمرر، هذه فرصه، خروج الحارس انس، ويبقى الفارق هو 4 ديال النقاط. الرتبه الثالثه النهضه المركزي، والرتبه الرابعه فريق الوداد، والرتبه الخامسه هناك فتح الرباطي. على مستوى اسفل الترتيب كذلك هناك تنافس قوي في الوقت اللي كانت بدات فريق الرجاء، لعبت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل، هذه فرصه تسديده، وكانت فرصه تسديده العمليه، وبالتالي كانت فرصه لفائده فريق الرجاء. تابعوا الراسيه وخطط كره اسماعيل المقدم، يسدد، تدخل ممكن استرجاع الكره، ادم النفاتي يقدم مستوى طيب الان، ادم النفاتي مشى في الجهه اليمنى، سرعه النفاتي، تمريره، فرصه، ابعاد الكره لفائده فريق الرجاء اللي تابع التمريره. لاحظوا كان المحاولة، فرصة الرأسية ديال عبد الله خفيفي، وتسديدة المدافع اسماعيل المقدم كان بإمكانها تعطي التقدم لفريق الرجاء. نهائي خرج فريق النهضة المركزية عندما ضربة جزاء عطت التأهل حمزة الحبياني، أدم النفاتي بالجهة اليمنى، تمريرة ولكن الكرة بعيدة اليمنى، محمد بوركسوت محتفظ بالكره، بوركسوت شنو يعمل؟ البحث عن التمرير داخل منطقه الجزاء، يسري بوزوق، فرصه والهدف، هدف اول لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق يتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق، تمرير ممتازه من في هذه المباراه. نتابع هذه المحاوله، ونتابع هذا العمل الكبير ديال محمد بوركسوت من الجهه اليمنى، لاحظوا الذكاء ديالو، يمرر داخل منطقه الجزاء، يسري بوزوق يسدد، والكره تعانق الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء اللي بحث على هذا الهدف، خصوصا محاولات اللي تاحت لفريق الرجاء، اكيد التدخلات اللي كانت ممتازه بالحارس حمزه الحبياني، ولكن يسري بوزوق يعرف طريق للشباك بهذا الهدف، كره ارضيه غلطت الحارس حمزه الحبياني، وهدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا 1-0 لفائده فريق الرجاء، اعتقد انه هدف. يا السعيد يا تنفيذ، لعبات الكره دائريه راسيه، تدخل الدفاع دائما، محاوله رضا حجي، رفع الكره، تدخل انس اتليتي في التمريره، مره اخرى داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه تسديده ولكن الكره بعيده. عبد الحق عسال نتابع من جديد هذه المحاوله، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل الحارس انس اتليتي لبعاد الكره، ثم نتابع الهدف، تمريره ممتازه من بوركسوت ويسري بوزوق، تسديده ارضيه، ما كانتش تسديده صراحه قويه، ولكن لانه كان هناك عدد من اللاعبين ديال فريق النهضه المركزي يمكن ما خلوش انه اللاعب يسري بوزوق، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، مشات كره، تدخل ويلعب الكره من الجهه اليمنى، محمد البورابيط غادي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل بوغرين كيمرر عند يسري بوزوق، يسدد ولكن الكره مشات بعيد خارج ارضيه الملعب، وضربه مرمى لفائده فريق النهضه المركزيه. نتابع هذه المحاوله لاستقبال فريق شباب محمديه، تابعوا هذه المحاوله، هذه فرصه وسط مهدي موهوب، تسديده ولكن لا هذه الشريبه ديال حراس المرمى، لان الطيبين مهم جدا. تابعوا هذه المحاوله لفائده فريق النهضه المركزيه، ولكن وصلت صديقه، كره في الوسط بور فالير، تمريره طويله من رضا حجي، هذه فرصه، خروج الحارس انس زيتي. نتابع بجديد تمريره ممتازه من رضا حجي، اكيد الخروج ديال انس زيتي، قرا عند محمد زيدان، انطلاقه ديال مهدي بوهوب، خروج الحارس حمزه الحبياني حارس كذلك اللي عنده امكانيات مهمه. تعود المحاوله، ادم النفاتي، انطلاقه على مستوى الجهه اليمنى، دخول داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه، تدخل حمزه الحبياني،
تبع المحاولة ديال آدم النفاتي لتنفيذ لعبة كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة رأسية مرة جانبا، وبالتالي كتخرج خارج ارضيه الملعب. لاحظوا ارتقاء ديال مهدي موهوب ثم المتابعه ديال عبد الله خفيفي. ربيع انطلاقه ديال محمد مرابط على مستوى الجانب، مرابط شاد يعمل، مرابط المراوغه، فرصه تمريره من الخروج. ادم النفاتي تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه متابعه ديال مهدي موهوب، واستضاف كنبقاو شي كلمه. نتابع يوسف العمري يمرر مهدي موهوب، لو لبس الكره تقريبا وكان هدف ثاني. استضاف كنبقاو شي كلمه مستوى اخضر مهدي موهوب. الحكم بسرعه ولاحظوا حتى اللاعبين ديال فريق النهضه البركانيه فطالبوا بالطاقم الطبي انه يدخل. لاحظوا المتابعه ديال محاولة دخول الحكم في طرف وسط اللقاء. هذه فرصة محاولة يسري بوجوق يوضع كرة أمام زريدة، تسديدة دائما يوسف بالعمري من الجهة اليسرى، بالعمري داخل منطقة الجزاء، يوسف سديد والكرة كتمشي فوق المرمى. تقنية الصابر بوكري، مراوغة ثانية داخل منطقة الجزاء، تمكن من التمرير ليسري بوجوق، وضع كرة أمام لاعب زريدة الذي يسدد، ولاحظوا استماته وإعادة الكرة بطرف يوسف الزهودي في منطقة الجزاء. آدم النفاتي شو يعمل آدم النفاتي، تسديدة تدخل الدفاع دائما الخطورة، بوزوق على مستوى الجهه اليسرى، تمريره صابر بوكرين بالكعب، تدخل الحكم كيطالب متابعه المحاوله، يسري بوزوق وصابر بوكرين في الوقت اللي كان تدخل ديال رضا حتى الكره بونشوت كيمرر عند زريده، تمريره ممتازه لادم النفاتي. فرصه يمين فريق الرجاء، ادم النفاتي يمرر، كان تدخل. نتابع هذه الفرصه ونتابع هذه المحاوله. لاحظوا العمل ديال محمد بوركسوت من المراوغه الثانيه، تمريره عند زريده تمريره كذلك لادم النفاتي. هنا التدخل يعني باش تنشط العمليات في الوقت اللي هناك اللاعبين ديال فريق الرجاء المطالبه بالخطا في الوقت اللي ادم النفاتي تمكن من التمرير. تدخل عبد الحق عسان الذي يبعد الكره للركنيه. ادم النفاتي نفذت الزاويه الراسيه، فرصه الهدف الثاني من الفريق الرجاء، والمسجل عبد الله خفيفي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق. كره ثابته بهذا الشكل، ادم النفاتي ارتقاء الكره بالراس من مهدي موهوب، وعبد الله خفيفي بافضل طريقه وبافضل ختم يضع الكره في الشباك بقميص المهاجم خفيفي المدافع، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. سجل هدف لا شيء لفريق الرجاء. في الوقت اللي تحدثت بان النتيجه حتى الان غير مطمئنه، فعبد الله خفيفي يجيب بهدف في مرمى الحارس حمزه العبياني. فحلي لفرصه تبادل المحاوله في فريق النهضه البركاني بواسطه رضا حجي ليوسف سعود على مستوى الجانب، تمريره فرصه تدخل وابعاد الكره من الكره في الجانب ليوسف سعودي يرفع الكره بالفعل، ترفع الكره، فرصه تدخل وابعاد الكره مره اخرى من طرف عبد ممتاز البحيري. انطلاقه ديال يوسف الفحلي خذ الكره امامه، هذه فرصه لفائده فريق النهضه البركانيه. عبد الله خفيفي، الكره مشات فريق النهضه البركانيه. نتابع من جديد انطلاقه ديال يوسف الفحلي وتمريرات اللاعب ياسين البحيري، دخول داخل منطقه الجزاء، التغطيه من عبد الله خفيفي والكره خارج ارضيه الملعب. نتابعوا التغطيه من طرف عبد الله خفيفي في الوقت المراوغه، رفع الكره، خروج الحارس، في سقط لوحده، ما كانش هناك احتكاك بتاتا. يمكن المجهود اللي بذل عبد الله خفيفي. هنا الهدف للاعب والمدافع عبد الله خفيفي، تمكن من وضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. لاحظوا التحرك ديال عبد الله خفيفي، لعبات الكره الراسيه ديال مهدي موهوب، وعبد الله خفيفي في المكان المناسب يودع الكره في الشباك. هدف كان جميل لفائده فريق الرجاء وفرحه عبد الله خفيفي بالهدف الثاني الى جهه خطوره كبيره في هذا الشوط الثاني. توالي محاوله يسري بوزوق تمريره، هذه فرصه لبحث هذه فرصه الهدف. يسري بوزوق فاجأ الجميع ووضع الكره في الشباك. الجميع كما سنتابع. لاحظوا مشات الكره بطريقه ممتازه ليسري بوزوق، لاحظوا رفع الكره بهذا الشكل، مشات الكره مباشره للمرمى، وهدف جميل لفائده فريق الرجاء بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه. يسري بوزوق يفاجئ الجميع ويضع الكره في الشباك، معلنا عن هدف ثالث لفائده فريق الرجاء. لاحظوا الكره مشات مباشره قائم الثاني، وبالتالي هدف ثالث لفريق الرجاء. لاحظوا الطريقه باش جا الهدف، تمريره ممتازه من يوسف العمري. لاحظوا يسري بوزوق لعب الكره بخارج القدم والكره كتمشي مباشره للمرمى. هدف ثالث لفريق